النهارده كان في ضغط اعلامي كبير جدا، وفي اشاعات وكلام مروج المنتخب المغربي هيكسب البطوله بالتحكيم. وصدفه المنتخب المغربي اللي بيتعرض لضغوط كبيره جدا جدا. انا مش هتكلم في الشكل الفني او هتكلم تمام مجرد تساؤلات بس بعيدا عن نظريه المؤامره. اولا اتطرح في الاعلام وفي الميديا قبل المباراه ان المغرب هتاخد البطوله بالذوق او بالعافيه. تمام. وده كلام غير منطقي بالمره اساسا. تمام. اتطرح في الاعلام والميديا ان المغرب بشكل او باخر هتعمل اي حاجه عشان تاخد البطوله على ارضها. تمام. اتطرح في الاعلام وفي الميديا ان المغرب لم تنظم بما فيه الكفايه، وده كلام فاضي. المغرب نظمت افضل تنظيم في تاريخ الكان. تمام. بشهاده الغرب. الغرب اللي ليس له ناقه ولا جمل في الموضوع. كلام جميل. من النقطه دي من ضمن الاسئله ايه اللي انتوا عمالين تتهموا المغرب انهم هياخدوا كاس افريقيا سواء لعبوا او ما لعبوش، رشوا الحكم، اشتروا اللعيبه، يعني هياخدوا الكاس. سالت المصريين هتعملوا ايه لو المغرب خسرت كاس افريقيا؟ هتعملوا ايه يا مصريين لو المغرب اللي انتوا بتتهموها برشوه الحكام خسروا كاس افريقيا؟ هتعملوا ايه؟ هل هتعتذروا للحكومه المغربيه؟ هل هتعتذروا للفريق المغربي؟ هل هتعتذروا للشعب المغربي؟ هل هتنكسفوا على دم امكم وتبطلوا اعلام؟ هتعملوا ايه؟ طب اهو النهارده انا عاوز اقول لك ان المنتخب المغربي انتصر بالخساره امام السنغال. المنتخب المغربي والكره المغربيه انتصرت بالخساره في النهائي. للاسف الشديد المغرب خسرت كاس افريقيا. واوعوا تفتكروا ان المغرب خسرت كاس افريقيا علشان السنغال لعب احسن. المغرب تنازلت عن كاس افريقيا للسنغال. المغرب ضحت بكاس افريقيا للسنغال. لازم تفهموا ان ضربه الجزاء اللي جت في اخر دقيقه في الوقت بدل الضايع واللي ضيعها اللاعب المغربي، اللاعب ما ضيعهاش عشان ما عرفش يشوط، لا، اللاعب تعمد ما يجيبش جول. لاعب المغرب تعمد ما يدخلش ضربه الجزاء. لك سؤال يا استاذ جمال. قول يا صاحبي. لماذا طرح من البدايه ان المغرب هتكسب بالتحكيم؟ اتقال الكلام ده من باب الضغط المعنوي اصلا. المغرب، طب انا عايز اسال سؤال، المغرب في مشوارها كله عندها 3 تمهيدي، واحد 16، واحد 8، وواحد 4، وواحد نهائي، 5 مباريات اهو. فين التحكيم اللي جاملهم فيه؟ الناس اللي بتقول ان هي محايده وان هي بتقول كلمه الحق، اللي بعد مباراه المغرب وتنزانيا طلعوا تنزانيين خالص، وبعد مباراه المغرب والكاميرون طلعوا اعلام كاميروني رهيب بسم الله ما شاء الله، وبعد مباراه المغرب ونيجيريا طلعوا نيجيريين من سنه 1700، يعني ابا عن جد جد جد. والنهارده بعد انتهاء المباراه ما بين المنتخب المغربي والسنغال شفت الفرحه اللي بين الناس محايده، ناس محايده بشكل كبير، محايدين بشكل كبير جدا، اقاموا الافراح محايدين. الناس دي بتقول لك ان احنا بنعمل بشكل حيادي والفرحه بتنط من عيونهم.